السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة كده يعني حاجة بسيطة كده وسهلة. انا بس حابة ان انا انزل معاكم فيديوهات كتير علشان تتشجعوا. وكلامكم الحلو ده بيشجعني ان انا انزل لكم اي حاجة انا بعملها. النهاردة ده فستان سواريه صك كده وسهل وبسيط، وعليه الاكستنشن اللي هو الاكستنشن الكالوش بتاعنا. الاكستنشن الكالوش بياخد معايا 3 متر قماش. علشان يطلع معاكي مظبوط. انا جبت 3 متر قماش، هبدأ بالاكستنشن. انا بقصه كلوش كامل. بيطلع معاكي نتيجته حلوة سهلة جدا. اتشجعي واعمليه وما تخافيش، وان شاء الله ربنا هيوفقك بإذن الله. عندك كده اول حاجة طبعا هنقص قصة الكالوش بالظبط. انا جبت ال3 متر وطبقتهم كده بالعرض، وبعدين بمسك الجزء المقفول كده وبجيبه على الجزء المفتوح بتاع القماش. على اللي هو على البورصل دي، نفس الطريقة اللي بتقصي بيها الفستان الكلوش، ما فيهاش اي مشكلة. تمام. هتظبطي كده القماش بقى بتاعك. خلي بالك علشان الستان بيتزحلق شوية وصعب شوية في الشغل، فخدي بالك من النقطة دي. هتظبطي بس كل الحروف بتاعتك كده على بعض، وهتخلي المقاس معاكي مظبوط. وبعدين انا بس هنا كده هظبط القماشة. ما تستصعبيش حاجة، استعيني بالله ويلا ابدأي. لو عندك اي حاجة ومكسلة عليها، قومي ابدأي يلا، استعيني بالله وان شاء الله ربنا هيوفقك. انا هنا هاخد طول الاكستنشن بتاعي ومش هحدد الوسط، لان انا عايزه اخد وسع الوسط كله، علشان انا هعمل فيه سواء انت بقى تعملي قصر او كشكشه على حسب انت ما عايزه تعملي. لكن انا هنا هاخد، شوفي كده، انا هاخد طول الاكستنشن بتاعي كان طوله حوالي 103 سنتي. اهو هحدده وهشوف هو جه معايا لحد فين، والباقي بتاع الوسط كله انا هاخده في الوسط، لان انا عايزه الوسط يكون واسع معايا، لان انا زي ما بقولك لسه هعمل يا كسر يا كشكشه. كده خلاص هبدأ ان انا احط بقى المنظورة فوق عند البوزة كده السبعة دي بتاعة القماش، وعلى حسب ما انا حددت الطول هاخد الباقي كله في الوسط. هظبط بس كده القماش بتاعي وهشوف هي جايبة معايا لحد كام، وهبدأ ان انا الف بيه المزورة زي ما تجيب معاكي. جابت معاكي 30، لف بالمزورة عند النقطة 30. جابت معاكي 40، لف بالمزورة عند النقطة 40. ده طبعا لان الاكستنشن انا عايزة فيه قصر او كشكش. لكن انت لو عايزة الاكستنشن مظبوط، خلاص اعملي مقاس وسط الزبونة بتاعتك. خدي بالك من النقطة دي. انا خدت طول الجيبة والباقي كله عملته في الوسط، لان انا عايزة كشكشة او قصر في الاكستنشن. لكن انت لو عايزة الوسط الاكستنشن يبقى كلوش فقط، لا خلاص اعملي مقاس وسط الزبونة بتاعتك. اتمنى كده تكون المعلومة واصلة وسهلة وبسيطة عليكم. كده هبدأ اخد بقى من الوسط، وهبدأ ان انا اظبط الدوران بتاعي بتاع الاكستنشن بتاع الكالوش بتاعك من تحت. لو انتي طبعا عايزة تظبطي قبل ما تقصي السبعة اللي هي فوق عشان ما تقعديش تلفي بالمزورة، تمام زي ما يريحك. قصيتيها خلاص زي ما انا عملت كده، هتبدأي ان انتي تاخدي من كذا نقطة وتحركي المزورة. كل لما تيجي تتحركي يعني كده، ما مش بتسيبيها بقى ثابتة فوق زي ما كنا بنكون سايبين راس القماش. لا، انت بتحركيها من فوق ومن تحت علشان تاخدي الدوران ويطلع معاكي مظبوط. تمام. اتمنى كده تكون المعلومة واصلة لكم وسهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش يا جماعة، اللي بيستفاد من الفيديوهات بتاعتنا يعمل لنا لايك ويدوس اشتراك في القناة، وساعدونا ان القناة بتاعتنا تتفعل ان شاء الله، ويكتبوا لنا كومنتات حلوة علشان تشجعوني ان انا استمر بإذن الله معاكم في تنزيل الفيديوهات، وفي ان احنا نشجع بعض كده. يعني لما يكون في حاجة حد قدامك شغال في نفس مجالك زي ما قلتلك، وتلاقيه ان هو مثلا شغال بيقولك كلام تشجيعي، بتبدأي ان انت لو عندك حاجة مكسلة عنها بتتشجعي وبتقومي تعمليها. فما تبخلوش علينا يا جماعة باللايك وبكومنت حلو ان شاء الله، وبالاشتراك في القناة علشان تساعدونا كده ان القناة بتاعتنا توصل لأكبر عدد ان شاء الله بإذن الله.
كده خلاص انا قصيت الكلوش بتاعي. المفروض كده ان انا هقصله الحزام بقى. الحزام بتاعك بتقصيه مقاس الوسط وبتزودي عليه حوالي 3 سنتي فقط. 3 سنتي علشان الخياطات وعلشان الكبسونة بتاعتك او سواء الشريط اللاصق اللي انتي بتعمليه. هنا كده انا هقص مقاس الوسط بتاع الزبونة. انا عندي الوسط كان حوالي 100 سنتي، فالمفروض انا هقص 100 سنتي كده بطولها. لو هتقسميه على الاتنين يبقى 50. طيب انا عايزة ازود من 3 ل4 سنتي تبقى 52 في النص، ولو هعملها شريط طويل هتبقى 104 علشان وعرضها هيكون حوالي 10 سنتي بالخياطات بتاعتك. تمام. اهم حاجة تاخدي القماشة على الاسترتش بتاعها او على المطة بتاعتها، لان انا عندي الستان بيكون فيه سنة مطة كده شوية، علشان لو جبت المطة دي في الطول هيضايقك وانتي بتشغالة وهيضايقك وانتي بتركبي. هيقعد يمط منك ومش هيكون شكله حلو خالص. فركزي في الجزئية دي علشان الحاجة ما تبص منك. طبعا الفستان مش عايزه اقولك ان هو ما شاء الله سهل وبسيط جدا وهيديكي نتيجه حلوه. آه، انتي حاولي ان شاء الله كده بس تستعيني بالله، وهو سهل ما تستصعبيهوش. ركزي بس، وزي كل مره ما بقولك الموديل لو انتي مستصعباه وحاسه ان في حاجه صعب عليكي قصيها على ورق الاول، وبعدين ابدأي ان انتي تعمليها. بعدين لما تحسي ان هو الموديل هي دي الصوره اللي انتي عايزاها وهي دي النتيجه اللي انتي عايزه توصلي لها ان شاء الله، تبدأي ان انتي تعمليها بقى بعد ما عملتيها على ورق وحضرتيها على ورق. تبدأي ان انتي تقصي وتطبقي اللي انتي عملتيه على الورق تطبقيه على القماش. ماشي. خلاص كده انا قصيت الحزام او الجزء بتاع الحزام اللي انا هركبه في الاكستنشن. وطبعا بقى بنعمل كسرات للاكستنشن بتاعنا وبنصفي مقاس الوسط. ان شاء الله هنزل لكم ليه تقفيل باذن الله. تقفيل الاكستنشن عملي على المكنه باذن الله. آه، بس انتوا حاولوا كده تشجعونا باذن الله وان شاء الله ربنا ييسر لنا الخير. هنا انا جايبه مترين، طبقت المترين كده بالطول وهاخد من عرضهم او طبقتهم بالعرض، وهاخد من العرض بتاعهم الكم بتاعي علشان آه الباقي بقى هطلع منه الفستان، لان انا عايزاه فستان صك. فانا مش جايبه قماش كتير، مش جايبين طول الزبونة زي ما كنا بنعمل متكرر مرتين والكلام ده، لان انا زي ما بقولك انا عايزة يكون صك مش واسع. هنا خلاص كده هاخد طول الكم وهنعمله كم منفوخ كده شوية، اللي هو طبعا احنا عارفين بنسيب مقدار فوق الكشكشة. انا هنا مش عايزة كشكشة كتير، فانا سبت فوق 7 سنتي فقط، ما سبتش 10 زي ما بنسيب كل مرة. احنا بنسيب مقدار فوق ازيد من طول الكم على حسب برضو مقدار الكشكشة اللي انتي عايزاها. يعني لو عايزة كشكشة كتيرة بتسيبي من 10 ل15 سنتي، لو عايزة كشكشة قليلة بتسيبي 7 سنتي 6 سنتي على حسب مقدار الكشكشة اللي انت عايزاها. احنا بنحدد هنسيب زيادة قد ايه على طول الكم. هنا الزبونة ما كانتش طالبة ان انا اعمل لها كشكشة كتير، اسيب كشكشة كتيرة في الكم، فعلشان كده انا سايبة مقدار بسيط فوق طول الكم. هنا خلاص قصينا الكم اهو بسهولة. في عندي فيديو كذا فيديو على القناة ازاي تقصي الكم، ارجعي له ان شاء الله تستفيدي منه. عامله لك الكم بطريقه سهله جدا، طريقه مبسطه خالص، يعني اسهل طريقه ممكن تشوفيها ان شاء الله تسهل عليكي الكم، لان هو الكم طبعا من اكبر المشاكل اللي بتقابلنا. فان شاء الله يكون سهل وبسيط عليكي. واستعيني بالله وربنا يوفقك واشتغلي على نفسك كتير. اشتغلي على نفسك كتير جدا. هتوصلي، هيجي يوم وهتوصلي فيه بإذن الله. ما تيأسيش، ما تقوليش لا انا في الحاجة بتبوظ مني. كلنا بوظنا في الاول، كلنا كنا ما بنعرفش، ما فيش حد بيتولد بيعرف. ياما بوظت قماش وياما
في حاجات كانت بتقف قدامي لحد الحمد لله ما اتعلمت. ان شاء الله ربنا ييسر لك الخير ويوفقك. ما تيأسيش، ابدأي اتعلمي، اشتغلي على نفسك كتير جدا، اسمعي فيديوهات كتير، اسمعي الفيديو ووقفي وقصي ووقفي وقصي واسمعي تاني. هتوصلي بإذن الله. مفيش حاجة صعبة، مفيش حاجة مستحيلة. ان شاء الله ربنا يحقق لنا كلنا احلامنا ويحقق لنا كل اللي احنا بنتمناه. اتمنى تشجعوني بكومنت حلو علشان ان انا اقدر اشتغل واقدر اكمل معاكم. بصراحة يا جماعة الفيديوهات بتاخد وقت كبير والمونتاج بياخد وقت، فما تبخلوش علينا ان انتوا تكتبوا لنا كومنت حلو ويشجعنا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.